السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الجبنة القريشة بأقل تكلفة بتكلفة كيلو اللبن فقط. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا خلوني نستعرض القطع بتاعتها وهي في الحصيرة بتاعة الجبنة بتبقى حلوة ازاي، وشكلها واخدة شكل الحصيرة ومتساوية وقطعها حلوة جدا بتكلفة الكيلو اللبن فقط لا غير. طيب، ما شاء الله تبارك الرحمن. هوريكي كمان لو انت ما عندكيش حصيرة بتاعة الجبنة ازاي تعمليها في علبة بلاستيك عادي خالص جدا، ومصفى في البيت، بدون ما تشتري حصيرة ولا الكلام ده كله. كيلو، الاتنين كيلو من اللبن طلعوا معايا كيلو الا ربع من الجبنة وربع كيلو قشطة. كل اللي هحتاجه آه طاجن فخار وعلب بلاستيك طبعا وورق فويل وورق زبدة وبس على كده. طيب معلش اعذروني لان انا عندي دور برد شديد شوية فصوتي متغير، فيا رب يكون واصل لكم الصوت كويس. هسخن الطاجن في الفرن كويس جدا جدا، هحرقه او على النار او على البوتاجاز من فوق. بعد كده هنزل باللبن عليه. وبعد كده بعد ما اطفي الفرن هدخل فيه الطاجن الفخار اللي هو جواه اللبن بعد ما اغطيه بورق السوليفان. هخليه لمدة يوم كامل، شايفين بالمنظر ده كده. بعد كده هشيله واشيل القشطة من عليه. هحاول ان انا اشيل القشطة. شايفين تبارك الرحمن حاجة حلوة جدا والوش طالع ما شاء الله، بس طبعا اللبن يكون من عند الفلاحين او من عند اللبان. هشيل القشطة وبعد كده هدخله في التلاجة لمدة 6 ساعات. هدخله التلاجة لمدة 6 ساعات. بعد ما طلعته من التلاجة كل اللي هحتاجه معايا شاشة ان انا اصفي فيها الجبنة، وعلبة بلاستيك هحط فيها الجبنة بتاعتي او اللبن بتاعي اللي رايب يعني، وهحط عليه تقل زي مثلا كيلو رز او كيلو سكر او كيس سكر او كيس رز او كتاب تقيل شوية، وهغطيه ولمدة مثلا واحطه بقى في التلاجة لمدة 6 ساعات. بعد كده بعد ما يطلع من التلاجة شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن الصفة من المية بتاعته، من المية بتاعت الشرش. يعني الشرش ده هنعمله عيش حلو جدا جدا وبيتباع غالي جدا. هجيب بس كده ورق زبدة بحيث ان هو علشان اللي ما عندهمش حصيرة، ورق زبدة بحيث ان هو ياخد الشكل المستوي، ياخد شكل الجبنة المستوي. بعد كده هقطعه قطع صغيرة، هرش عليها رشة ملح طبعا، وهقطعه قطع حسب قطع الجبنة اللي انا محتاجاها. وبعد كده كل قطعة هلفها بورق استرتش، وهجيب بولة فيها مية وملح وانزلها فيها بحيث ان هي ما تنشفش. ميه وملح عادي جدا جدا. هنزل فيها كل قطعة من قطع الجبنة الملفوفة في الاسترتش رول. واذا عجبتكم وصفاتي هتضغطوا لي لايك وشير وتفعيل الجرس، بس اهم حاجة انه يكون لبن من عند اللبان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.